السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. أنا عبير ودي قناتي، قناة عشاء الأكلات. وقبل ما ندخل على وصفتنا الجامدة دي نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه الجمال ده يا عبير! بصوا، جميل جدا، سردين بلدي يا جماعة، مفيش حد ما بيحبوش. يعني أكيد كل الدنيا بتحب، 99% اكيد بياكل الاكله دي. فطبعا احنا هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا وكمان جميله جدا. هي روح الليمون. الاكله دي روح الليمون يا جماعه. حط لها ليمون على قد ما تقدري، هتاكلي احلى صينيه سردين. كده اهوت، انا غسلت السردين وحطيته في المصفى يتصفى بميه نهائي. ودي طبعا التتبيله بتاعتنا دي توم وملح وكمون. انا ما بحطش غير كده، اي حد عايز يحط حاجة تانية اضافية ممكن هو براحته. لكن انا بكتفي بالكمون، لان الكمون ده هو روح الاسماك كلها. اي حاجة تانية اضافية فانتي يعني ده حاجة براحتك. زي ما انتم شايفين السردينة يعني جميلة معانا اهيت، رغم ان هو مش طازة. انا كنت جايباه وما كنتش فاضية انا اعمله في اليوم ده، او كان عندي برد، يعني او الاولاد كان عندهم برد. فعملته حطيته في الفريزر، ولما جيت عوزت اعمله يعني وكده طلعته وعملته زي ما انتم شايفين كده. تشوفيه تقولي هو لسه جاي طازه والله. اللي يشوفه يقول ده طازه، ما تحطش في فريزر ولا اي حاجه. كده اهوت، انا لما غسلته حطيته في المصفى يتصفى من الميه. وطبعا هقوم حطاله التمليحه بتاعته دي او التتبيله بتاعته دي، زي ما انتم شايفين كده. برشش عليه كده وبقلبه كله ببعضه. وبعد كده هنحطه في الصينية. كده بياخد كله الملح كله من بعضه وبيشرب الايه، الملح كله، يعني كل السردينة بتاخد الملح اللي انتي حطتيه. وطبعا هو بيسقط في قعر الطبق، فانتي بتحطي اللي هو بينزل ده بتحطيه تاني عليه بعد ما بترصصيه في الصينية. كده انا دهنت الصينية بتاعتي زيت. كده اهوت. وبعد كده بترصيه زي ما انت عايزة بقى، ما انت حابة. طبعا كده رصيته، واللي فضل منه التوم، طبعا التوم كله في قعر الطبق. طبعا مش هنسيبه، ده هو التوم ده روحه كمان يعني. هي التلات حاجات دول يعني احلى حاجة انا بفضلهم يعني لصينية السردين. في بقى بيحملوها بيحطوا لها بصل تحت وشرايح طماطم وحاجات كتير كده. كل ده حاجة ذوقيا يا جماعة، الأكل ده ذوقيا وعلى حسب الإنسان ما بيحب طريقته. فأنا بتعجبني الطريقة دي جدا، طريقة خفيفة وجميلة جدا ولذيذة، مش بتاخد أي وقت ومش على الوقت كمان. يعني أنا بحبها بالطريقة دي. انتي بقى عايزة تضيفي لها البصل في القعر تحت ده عادي برضو، مش عايزة براحتك. هي دي طريقتي المفضلة وأحب تجربوها يعني. طبعا انتي بتحطي الليمون كده بتعصريه. انا حبيت ان انا اعصره بايدي، ما رضيتش اعصره بالعصارة عشان احس ان انا جايبة اعماقه من جوه. فاهوت حطيت يجي 3 4 ليمونات. ولو عايزة تحطي ازيد من كده بتحطي، لان الليمون هو روح السردين. وشرايح بقى ايه فلفل، عايزة تحطي شرايح طماطم. انا قلتلكوا يا جماعة الحاجة دي بقى براحتكم انتوا، يعني ايه على حسب الاكل بتاعكم انتوا حابينه ازاي. بس دي الصينية بتاعتي بتاعت السردين دايما اللي بعملها المفضلة. زي ما انتم شايفين كده، خلصت وجهزت معايا اهيت. بسيبها بالتتبيلة ديت لمدة ساعة مع نفسها كده بالليمون، تاكل السردينة تشرب من التتبيلة دي كلها بالليمون. وبعد كده بتضيفي لها ايه الزيت.
وبعد كده بتحط لها بقى، بتحطيها في الفرن وبتسيبيها تاخد لون. بتعليها جدا عشان السردين مش بيتوطلوا النار خالص، لازم تدخليها على درجة حرارة جامدة جدا علشان ما تغيبش وتنشف معاكي في الايه، في الفرن. وانا بحطها على الشبكة من تحت خالص على النار على طول مباشر. بتقوم غالية يعني، بتدي غلوان على طول، بتقلب معاكي وفي ثواني بتكوني مطلعة. ايه مفيش لون خدته بتحطها تحت الشواية، بس بتحطها قرب الشواية خالص عشان برضو ما تنشفش. انا نسيت احط كده رشة شوية كمون بعد ما خلصتها، فحطيته قدامكم. بس طبعا مش مستحب ان انت تحطي كمون كتير كده. هي وهي في الفرن شوفوا بتبقلن جميلة جدا. وده الطبق بتاعنا القمر الجميل التحفة اللي بعد ما خلص وبيقول لي تعالي كليني يوم يوم. كان جميل جدا. اتفضلوا معانا، وبقول لكم ما تنسوش في دعوة حلوة وما تنسوش اللايك، وبقول لكم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. باي باي.